الناس اللي مستغربه ليه سبت ايفون 16 برو ماكس ورحت لسامسونج، ده الفيديو رقم 4 في اهم مميزات اس 24 الترا. اعمل لايك ويلا بينا. بكل بساطه لو فتحت اي لعبه تقدر وانت جوه اللعبه تعمل حركه زي دي، وهي انك تفتح اكتر من تطبيق ويبقوا طايرين حواليك كده تستخدمهم وترد على الرسائل والموبايل ما بيهنكش معاك. طبعا الحركه دي مش موجوده في ايفون للاسف، موجوده بس في سامسونج وموبايلات تانية اندرويد كتير. هنا هقول لك ازاي تعمل الحركه دي. اعمل لايك ويلا بينا. اول حاجه هتفتح الضبط بتاع الموبايل بتاعك السيتنجز، وهتنزل تحت هتخش على حاجه اسمها ادفانسد فيتشرز او خيارات متقدمه. هتنزل تحت هتلاقي حاجه اسمها جيم بوستر سيتنجز، هتخش جواها هتلاقي حاجه عندك اسمها وير تو اكسس ذا ان جيم بانل، اللي هو تقدر تاكسس الجيم بانل منين. عندك اختيارين، اول واحد انك تعملها زي ما انا بعملها من الجنب كده وده الاسهل، او ان هي تبقى موجوده في النوتيفيكيشن بار من فوق وده الاصعب. فانت هتختار الشورت كات بار وهو ده هيعملها لك زي اللي عندي كده. وكمان ما تنساش تقدر تغير كل التطبيقات اللي موجوده في البانل اللي بتتفتح لك دي وتخش بتختارها من هنا. انا هنا محدد تطبيقات معينه تقدر تغيرها براحتك. خلي بالك مش كل التطبيقات متاحه انها تتحط في البوب اب فيو ده، بس اغلبهم هيكون شغال معاك تمام. يعني انا في بتاع 12 تطبيق حاططهم وشغالين معايا زي الفل. بس كده واكون قدرت اقول لك ازاي تشغل البوب اب فيو علشان تسهل استخدامك للتليفون. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك لو انت على اليوتيوب، ولو انت على تيك توك اعمل لايك واعمل لي فولو، ده يفرق معايا كتير. وصلي على النبي. بس كده، سلام.